اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا نبدأ. يلا نبدأ يا لولو. بسم الله. من هو النبي الذي رفع إلى السماء الرابعة وقبضت روحه هناك؟ سيدنا إدريس عليه السلام. صح. طيب عارف سيدنا إدريس كان بيشتغل إيه؟ خياط. سيدنا إدريس كان بيشتغل خياط، وهو أول إيه؟ أول من خط بالقلم. تعرف قصة اللي هو الدفن في السماء إزاي؟ لا. هو كان صديق للملائكة. فطلب من ملك صديقه إن هو إيه؟ ياخده ويرفعه ربنا عشان يمد له في أجله. ماشي؟ فالملك خده وطلع السماء، فقابله مين في السماء؟ قابله ملك الموت في السماء الرابعة. فالملك سأل إيه؟ سأل ملك الموت، قال له تعرف قد إيه في أجل إدريس؟ قال له إدريس ده فين؟ قال له معايا هنا أهو. قال له ده ربنا طلب مني، فاستغرب ملك الموت، استغرب، قال له ده ربنا طلب مني إن أنا إيه؟ أقبض روحه في السماء الرابعة، وأنا قلت ده هو في الأرض، إزاي أقبض روحه وهو فين؟ في السماء الرابعة. ماشي؟ فربنا قبض إيه؟ فملك الموت أمر ربنا أمر ملك الموت إن هو يقبض روحه فين؟ في السماء الرابعة، ويندفن فين؟ في السماء الرابعة، واللي دفنته الملائكة. يلا رقم كم يا لولو؟ والله ما اتفقت. رقم 4. ينفع افتحها لك؟ افتح يا لولو. 20. حلوين.